الفيديو الثالث: الأجانب القاصرين الغير مرافقين. إذا كنت لا تبلغ 18 من العمر في إيطاليا فأنت قاصر. في اللغة الإيطالية مينوري أو مينورين. إذا أنت قاصر وتسافر لوحدك أو سافرت مع عائلتك أبوك أو أمك وبعدها قد أبعدوك عنهم فأنت قاصر غير مرافق، مينوري non accompagnato. في الكوستورا يجب أن تقول للشرطة بأنك قاصر. وإذا كان لديك أقارب في إيطاليا أو في إحدى الدول الأوروبية يجب عليك إعلانه للشرطة، لأنه من الممكن الاتصال بهم، الفهم أين هم، وإذا كان باستطاعتك العيش معهم. الكوستورا تتصل في المحكمة وفي القاضي لإعلامهم بوصولك في إيطاليا لوحدك. القاضي هو شخص يعمل في المحكمة لحماية حقوقك إذا كنت قاصر غير مرافق. القاضي يقرر لأجلك، مثلا يقرر من هو سوف يكون مرافقا لك، في اللغة الإيطالية توتوري. القاضي قانونيا يجب أن يختار بسرعة مرافقا لك. يمكن مرور أشهر قبل أن يختار القاضي مرافقا لك. المرافق هو شخص عاقل مسؤول عنك يعني أنه بديل عن أهلك أمام المحكمة. المرافق يجب عليه أن يوقع كل أوراقك. توتوري مرافق. بعد سماع ما تقول يستطيع أن يقدم طلبك للجوء. المرافق لا يعيش معك، ولكن تستطيع الاتصال به لاصطحابك للكوستورا ولسأله عن بعض المعلومات بما يخص أوراقه. الكوستورا تعلم القاضي، المرافق والمحكمة في أي مكان من السبرار تذهب للعيش فيه. إذا كنت قاصر ريبيتو إذا كنت قاصر وتريد أن تطلب اللجوء فلك الحق بدخول في النظام الاستقبال للاجئين وطالبين اللجوء في سبرار. إذا في سبرار لا يوجد مكان اذهب إلى مركز استقبال مؤقت حتى يتاح المجال للدخول في سبرار. قانونيا لا تستطيع البقاء في مركز اللجوء مؤقت أكثر من 60 يوما في هذا المركز، ويمكنك أن تتكلم مع شخص يريد أن يطمئن عليك. لماذا تركت بلدك؟ ماذا تريد أن تفعل في إيطاليا؟ إذا لم تفهم لغته تستطيع أن تطلب حضور للميدياتور الكولتورالي مترجم ليترجم لك ما قلت. إذا الشرطة، القاضي أو مرافقك لا يقتنعون بالعمر الذي قلته يستطيعون أن يطلبوا منك الذهاب لفعل فحص طبي، وقبل إرسالك إلى فعل الفحص يجب عليهم أن يشرحوا لك ما نوع هذا الفحص ولماذا يجب أن تفعله. الفحص الطبي يلزم لفهم عمرك الحقيقي. إذا قال الطبيب أنك بالغ من العمر تذهب إلى الكارة. لك الحق لرفع استئناف ضد هذا القرار، ولفعل هذا يجب عليك توكيل محامٍ. لك الحق باتصال بعائلتك. إذا لا تعرف رقم الهاتف لا تقلق، فالسبرار يساعدونك على وجوده. بما أنك قاصر لك الحق في التربية،
والذهاب المجبر إلى المدرسة.